طبعا يا رجاله، بما انكم شفتوا السلاكه دي في الفيديو ده، في حمامتين نضاف. الحمامتين دول يا صديقي اول مره يخشوا عندنا السلاكه، وبما ان هم اول مره يخشوا عندنا السلاكه، ثانيه بس نحط دي على جنب. يبقى الحمامتين دول مش حاجه احنا ربيناها قبل كده، فاهم كده؟ ده موضوع يا صديقي. تصلي على النبي، تذكر الله، تعمل لايك مش بفلوس. الفيديو النهارده فيديو حلو قوي قوي قوي، وهنعمل فيه شغل جامد قوي قوي قوي، فاهم كده؟ والفيديو ده هيغير المحتوى 180 درجة. ان احنا اساسا عاملين دول عشان خاطر الاسوس اللي عندنا، او الثلاث اسوس اللي احنا شغالين بيهم، الاسوس الغزار اللي احنا شغالين بيها. وبما ان الاسوس الغزار معصلجة معانا او واقفة معانا، احنا عملنا كل حاجة مع الحمامتين عشان يفرخوا، والحمامتين نتي بتحصي، مفيش اي مشكلة، بس المشكلة في التخصيب. طيب احنا اول حاجة دي تكون شبابات، يا عم عش 2 3 مفيش مشكلة، يا تالت عش طار، هنسيبهم بقى يشتغلوا مع نفسهم، احنا عملنا معاهم كل حاجة، فاحنا مش في ايدينا حاجة تانية نعملها مع الحمامتين دول. احنا نتعامل معاهم كأنهم قص زي دول زي دول زي دول، قص زواجل قص طحالين، سيبهم هم براحتهم. هم لما تسيبهم كده على رأي يوسف الرايق هيشتغلوا، مش هيبقى فيهم مشاكل، تمام كده؟ بعد عناء، لاني انا عملت معاهم كل حاجه، ومشيت معاهم اصول، مشيت معاهم كورس ديدان فيتامينات، قررنا الديدان تاني بعد 14 يوم، ادينا منشط كلوي وغسول منشط كبد وغسول كلوي، ادينا رافع مناعه، ادينا فيتامينات، ادينا سيلينيوم. هم واخدين كل حاجه على مدار الشهرين اللي فاتوا، فاحنا مفيش اي حاجه تاني نعملها. ده الموضوع التاني الحمامتين اللي احنا جايبين. طبعا هفرجك الحمامتين في اخر الفيديو، بس هوريك احنا عملنا ايه اليومين اللي فاتوا دول في السلاكه، وايه الجديد عندنا في السلاكه. فما تسيبش الفيديو، عايزك تدوس بس لايك وتكتب كومنت، ولو انت بتخش الفيديو تشوف حاجه مش عاجباك قول لي وانا اغيرها، لاني رايك يهمني. وزي ما قلت لك يا صديقي ان انت رايك يهمني، وان انا عامل المحتوى ده عشان خاطر انت تستفيد وانا كمان استفيد. فخلينا نتفرج على ايه اللي حصل في السلاكه، وبعد كده هفرجك الحمامتين اللي احنا جبناهم، ووعدك ان الحمامتين هيعجبوك. طب بص يا رجاله، القص دول كان تحتيهم حصويتين بتوع اللهم صل على النبي السقراطات، وهم محصيين في نفس الوقت مع الحمليات، تمام كده؟ بما ان الحصويتين بتوع السقراطات مش عمرانين، فانا خدت الحصويتين من عند القص الحماليات حطيتهم لدول، ودول ناقصهم تحديق بس، فدول ما عندهمش اي مشكله. ان شاء الله الحصويتين يطلعوا عمرانين ويكملوا، ونفرخ حتتين عسليات زي دول. طبعا الست حتت او الثمان حتت اللي انت شفتهم امبارح ما بقاش معانا منهم غير الحتتين دول. دول ولاد الذكر الحمري اللي احنا لسه جايبينه من عند عم هاني. طبعا حمامتين ما شاء الله كالفين، حمامتين مظبوطين. دول الاهالي، انا شلت الحصى من تحت دول، ان شاء الله ايه نظبط لهم التحديق والدنيا تمام. يعني احنا كان عندنا 5 حتت شقلباظ، تمام كده؟ خلينا منهم 2، اسف خلينا منهم 3، والاتنين التانيين هيطلعوا مع الطريحه اللي طالعه دي نازلين تحت ان شاء الله بالهنا والشفا، تمام كده؟ تعالى افرجك على الاتنين اللي احنا، اسف على ال3 اللي احنا خليناهم، واقول لك احنا هنعمل. بص يا معلم، دي حته عليها واحده، بص دي، بص يا معلم، دي حته ايه عليها واحده ايه، زي ما انت شايف الصمه على اخرها ايه، فدي عايزه انتهاء. ان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يكرمنا ويعطرنا في انتهاء كويسه. وانا كده كده عارف كذا حد من حبايبي بيربي بيض وبيض مستويات كويسه، فاحنا ان شاء الله باذن الله ايه نجيب نتايه كويسه، تمام كده؟ دي اول حته. الحتتين دول عليهم برضو الصمه، فاضل بس ان هما خلصوا قلش زي ما انت شايف كده، وزي ما انت عارف القلش عند اسلام ابو كنده ما بيخلص، حرام على طول بيقلش. فالحمد لله ان احنا بنعرف ندي الحاجه حقها. اي نعم الموضوع ده بيأثر معانا بسبب تشويك الذكوره
وان الدكورة اتفلت حصى كتير، لكن انا بعمل مع الحمامتين اللي اقدر عليه. دي نتايته، النتاية دي مخلصة تقريبا، مخلصة قلش، بس انا مستني الدكر. هما واخدين بعض وبيخننوا لبعض، الدنيا تمام، بس الدكر يخلص قدامه بتاع 15 يوم ويخلص قلش. هنا ايه تاني يا عم اسلام؟ عندنا القص دول، اللهم صل على النبي، زي ما انت شايف كده. دي الكلفة طبعا اللي احنا بنشتغل بيها جديد. فزي ما انت شايف كده الحمامتين بس كده يا اسطى، تعالوا، اللهم صل على النبي. حمامتين واخدين حقهم، حمامتين مظبوطين، والدنيا معاهم 100 100، مش ناقصهم حاجة. تمام كده. يبقى دول اللي هنا، دول كمان يا رجالة المفروض ان هم على حصى، فربنا يكرم ويحصوا بإذن الله. الحمامتين دول بيزقوا كويس، وانا عايز اخد منهم عيش او 2 اخليهم ليا، لانهم حمامتين حنينين، وهم اللهم صل على النبي اللي زقين الحمامتين الحملات اللي فوق. ده الباشا اللي احنا ما فرحناش غيره في باب المونيمنت. جبنا القص حصة مرة واحدة، ما حصاش تاني. تعالى افرجك على القص المونيمنت. تبارك الله، النتاية واخدة الطاجن بقالها 3-4 أيام. تمام كده، وإن شاء الله بإذن الله تحصل. هما كده كده حمامتين أول شغلهم، وأنا ما خدتش منهم غير الزغلول اللي أنا وريته. إن أنت تجيب حمامتين وتصبر عليهم، فدي مش حاجة وحشة، دي حاجة حلوة. إن أنت بتجيب الحمامة لمزاجك، تصبر عليها، طول ما هي قافلة معاك الحنفية. أول ما تفتح الحنفية أوعدك إن ربنا يرضيك جامد من ورا الحمام ده. عندنا إيه هنا؟ عندنا مارادونا. وحصل موقف كده مش لذيذ من الطيرة دي. الطيرة دي امبارح لقيتها محصية على السلك هنا. طبعا بصيت على الحصوية اطمنت ان الحصوية مفيهاش مشكلة، وبعد كده حطيتها في الطاجن وهرقدت عليها والدنيا تمام، مستنية تحصل الحصوية التانية. تمام كده. القص دول برضو، دول اللي احنا لسه قاطفين عيالهم، القص دول برضو لسه محصيين. تمام كده. أول حصوية النهاردة. ناقص لنا ايه تاني؟ ناقص لنا كام قص كده هنبص عليهم، من ضمنهم القص دول حصوا الحصويتين النهارده. دول برضو لسه واخدين عيالهم حمامتين 10/10. عايزك بس تركز على رقبة الدكر اللي على الشمال. شوف الدكر قالش. انا موضوع القلش ده تعبني اقسم بالله، يعني انا فعلا نفسيتي تعبت من موضوع القلش ده. القص دول كمان الله اكبر، دول برضو لسه واخدين عيالهم. افرجك على الزغاليل اللي هتتوكل على الله. الكاميرا مثلا دول 6 حتت اللي هيتوكلوا على الله بكره ويروحوا للراجل بألف هنا وشفا. دول حتتين كريزات خضر، حتتين شقلباظ، وحتتين زواجي. عندنا ايه تاني يا عم اسلام؟ عندنا القص دول برضو الله اكبر على حصى، ان شاء الله ربنا يرضينا من وراهم. برضو بيفرقوا حمامتين كويسين كشكل، بس دول تركيبة، فانا عاملهم اكل من وراهم، حد ياخد منهم ياكل من وراهم، لكن ما بنشش من وراهم. ودول اصلا في الاول وفي الاخر دي اسس تحضير. عندنا اللهم صل على النبي الطيرة دي ومعاها الزغلولتين، النجم اللي بيحب يتصور كل مرة. الله اكبر، دول حمامتين انا مغرم بالحته الوشائيه دي، واتمنى ان هي تفضل معايا طول العمر. بصراحه حماية سبحان الله بيني وبينها كده قصه حب كده، ان انت اوقات ربنا بيكرمك بحماية تعوضك عن اي حاجه انت خسرتها، او اي حاجه بتحصل معاك في السلاكه. وزي ما ربنا بيرضيك من حته، او ربنا بيقفل لك باب بيفتح لك باب تاني. وربنا ان شاء الله باذن الله يكرمنا في الفتره اللي جايه واللي احنا هنعمله مع الحمامتين. تعالى افرجك على الحمامتين اللي احنا جبناهم، واحكي لك قصتهم، واقول لك على حاجه عملتها غلط في السلاكه يا ريت انت كمان ما تعملهاش، عشان هي لو عدت معايا ممكن ما تعديش معاك
وتقلب عندك كده. رجاله احنا طلعنا الحمامتين من الشايله، الصراحه الشايله دي كده ملهاش لازمه، هنركنها على جنب. الحمامتين احنا جايبينهم اول مره يخشوا عندنا الثلاجه. الحمامتين دول من عند غاوي محترم، غاوي الباب. حمامتين فيهم تقليب 10/10. انا جبتهم شفتهم على الاستاذ احمد الهواري، بشكره طبعا. شفتهم على النت وهو عارضهم. انا لما دخلت اكلمهم قال لي تعالى خدهم، ميدفعش فلوسهم، مش محتاج منهم اي حاجه، فيعتبر احنا واخدينهم هديه. فانا عايز افرجك على الحمامتين من قريب زي ما بنعمل كل مره نجيب فيها حمامتين. يا صديقي ده ذكر يمني، مستوى تبارك الله، صوت تبارك الله. حمامتين، بص حمامية زي ما انت شايفة في ايدي كده لعبة. طبعا الذكر ده شغال مع الطيرة اللي انا هوريها لك دلوقتي. الله اكبر، لسه اول شغل. لو شايفه ان هو مثلا عينه ضيقة او كسر عينه فده طبيعة الحمامية دي، يعني هي مفيهاش مشكلة، مش تعبانين ولا حاجة. الحمامتين دول بقالهم 5 ايام في الثلاجة عندي، وانا دخلت الحمامتين لاني ما عنديش حتة اعزل فيها، ودي غلطة ما اتمناش اي حد يعمل. يا اما تحدد لنفسك وقت تدخل فيه حمام عشان خاطر ما تتزنقش نفس الزنقة اللي انا اتزنقتها. لان الطبيعي يا صديقي ان انت بتدخل حمام في فترات متباعدة. الشتاء بالذات امراض ومشاكل، وطبعا زي ما انتم عارفين الروشه مبهدله الدنيا عند ناس كتير. فانت خلي بالك وما تحاولش تعمل كده نهائي. تعالى افرجك على الطيره عشان نقفل الفيديو. الطيره الصراحه يعني الله اكبر، حمامتين لعب. يعني انا الصراحه شكلهم عجبني، والراجل بصراحه متاخرش. اللهم صل على النبي. دي الطيره، انا اول مره اربي يمنيات. بصراحه صوتهم جميل قوي قوي في السلاكه. لو سامع الذكر انا هسمعك صوتهم دلوقتي وافرجك عليهم هما الاتنين في الباب. حمامتين الله اكبر، يعني مستواهم محترم، اهاليهم محترمين جدا جدا جدا، وزي ما قلت لك من عند غاوي محترم. حمامتين متحصنين ومتأمنين. عشان كده انا كنت خايف بنسبة 50% بس ان انا ادخلهم السلاكة عندي. فربنا يبارك لينا وليكوا. تعالى افرجك عليهم وهم في الباب وبعد كده نقفل الفيديو. الحمامية أول ما تحطها أنا عايزك تسمع صوت. هو الدكر بسم الله ما شاء الله بيغرد أو بيغرد من قبل ما أحط له الطيارة. اللهم صل على النبي. الله أكبر. زي ما أنت سمعت كده صوتهم جميل في السلاكة، صوتهم جميل، صوتهم فعلا أقسم بالله حاجة كده روقان. بس لو أكتر من قص أو قصين هتلاقي الموضوع زيادة، يعني لو أنت الإزعاج بيعمل لك مشاكل مش هتحبه. لكن هما كقص يبقوا في السلاكة، او انت بتحب تسمع صوت مختلف وعايز تقوى الباب، فهم صراحة حمامتين لعب كمان. يعني انا حاططهم في باب 60 في 60، هم مش باينين في الباب. تمام كده. فدول الحمامتين اللي احنا جبناهم، وده اللي احنا هنعمله في السلاكة الفترة الجاية. كان معكم اخوكم اسلام ابو كنده من مكانكم من سلاكتكم. سلام.